السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هبدأ معاكم الروتين. آه هعمل معاكم الصلاة بس الاول. بصوا بس المنظر يعني. هعمل معاكم الصلاة دي، بس هعمل الفيديو هجريه عشان ما اطولش عليكم يعني. خلصت معاكم الصلاة بس. يلا ندخل على المطبخ نشوف هنعمل ايه تاني ان شاء الله. هنا هغسل معاكم شوية مواعين، وبعد كده نشوف ان شاء الله نعمل ايه تاني. السلام عليكم. راح اعمل معاكم حاجة حلوة. العيال قالوا لي ما لك فترة يا ماما ما عملتش كيكة، فهعمل الكيكة معاكم. بس ايه انا وبعملها هقول لكم يعني على المقادير. يعني انا وبعملها هقول لكم حطيت ايه وايه. تمام. انا جبنا بولة اللي احنا هنعمل فيها يعني. اي طبق عندك واسع كده. هنعمل 2 في 1، يعني صينيتين في صينية كبيرة، في صينية واحدة يعني. وهتوفر معاكي كمان يعني. هنا معانا بيضتين. معلش عشان ماسكة حطاها في البتاع دوت التليفون فوجع يعني. خليك اجيب لك المرهم، انا اوعى توقع في الطين. ارجعي خليك. تاخدوش في بالكم الكلام. هنا معانا اسمه ايه ده، فين الفانيليا بكون فانيليا. لو عندك سايلة انت فانيليا من السايلة دي حطي معلقة صغيرة. لو عندك بشر ليمون حطي. انا حاطه في حدود يعني نص معلقه صغيره قبل ما احط معاكم البيض. بس نضرب الفانيليا مع البيض عشان الكيكه يعني ما يبقلاش ريحه زفره وكده يعني. نضربهم جامد كده
مش بالمضرب الكهربائي، عادي يعني لو عندك مضرب سلك او بمعلقة عادي يعني. بس اضربيهم جامد علشان الزفرة بتاعت البيض يعني. عشان ما يعملش ريحة في الكيكة. هنا هحط معاكم كوبايتين سكر دي بالكوباية المج بتاعت الشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه 2 كوبايتين. ونقلبهم جامد مع بعض. السكر تقولي فيه شايف كده اهو. احط الزيت نص كوباية من دي او يعني ربعها عادي يعني المتاح عندك حطيه يعني. انا هحط نصها عشان دول سنتين، نص كوباية كده بنفس الكوباية هي نزودهم جامد. ايه تاني؟ نحط اللبن. ممكن اسمه ايه ده مثلا زبادي ولبن، وممكن لبن بس يعني. انا هحط كوباية لبن مع زبادي وكوباية مية. اعمل توفير شوية يعني. الحمد لله طلعوا مظبوط كوباية كده. بس وكوباية مية. مش قفلت معاكم الوقت صحي يعني وكده. هنا حطينا كوبايتين سكر، اقولكوا تاني يعني انا كده. كوبايتين سكر و2 فانيليا وبيضتين، بس البيض مع الفانيليا الاول تضربيهم وبعد كده تحطوا السكر، وبيضتين، وبعد كده حطيت كوباية لبن وحطيت نص تاني. انا يعني لو عايزينها زي اللي بتتعمل على اليوتيوب دي تخينة وعلوها كده يعني وعاملة زي العيش، في ناس كتير بتعملها تخينة كده وعالية مش حلوة. انتوا اعملوها سمك واطي يعني. انا بعملها طرية، ما بحبهاش من التخينة دي اللي لها اللي عاملة تخينة يعني، دي ما بحبهاش. فحطيت كوباية ونص كوباية ونص لبن، واحط كوباية ونص مية، يعني 3 كوبايات على بعض عشان دي سنتين في واحد. قلت لكم كوباية لبن وكوباية مية في الاول، بحيث لو عايزين تعملوها التخينة دي العالية دي جامد. انما لو الطريقة دي تعملوها في صينية واسعة يعني بتكون سمكها صغير وبتكون طرية معاكي، تحط لها كوباية تانية. يعني انا اللي بعملها دي كوباية ونص لبن وكوباية ونص مية بس. وجوزي كده انا بحبها تكون طرية كده وسمكها واطي كده. فبراحتك، انت عايزة تعملي زي دي اعملي، عايزة تعملي بالكوبايتين كوباية مية وكوباية لبن براحتك. شوفي انت بقى القوام بتاعها هيبقى معاكي. وعلى فكرة في نوع دقيق بياخد سوائل، ونوع دقيق تاني ما بيشربش يعني سوائل كتير، تبقى طرية يعني طرية معاكي يعني.
كده احنا ربطنا كتير يعني. انا بحط باليم الدقيق يعني، بعرف القوام انا بتاعها وبعملها بحط دقيق كده وخلاص يعني، عشان واخده عليها، واخده على المعيار. فانا هعمل لكم بالكوبايه دي هي علشان إيه تعرفوها كام كوبايه. انا بعاير معاكم كده عشان ما استهلكش مواعين كتير يعني، بعد كده اغسلها. دي كوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايتين. اي نوع دقيق يعني، هو بنص فيه مع اللبن يعني. دول 3 كوبايات دقيق. وبعد كده نشوف السمك بتاعها. بس هنحط الكيك شيف. كيك شيف دوت يعني ما اقولكمش يعني، حتى لو الكيك هتطلع بايظه معاكي يعني وما عرفاش تعمليها، تجيب الكيك شيف دوت هيخليها لك ناجحه يعني. حتى لو بايظه برضو مش هتبوظ منك يعني لو بتعمليها بايظه، عشان هو محسن في نفس الوقت يعني. بس انا عشان ما اطولش عليكم، ثواني بس اقول لكم على مقدار الدقيق بالظبط يعني بتحط كام كوبايه. على فكرة ولعت الفرن، انا تولعيها من قبليها علشان تدخل في الفرن سخنة. متهيألي هتاخد 3 كوبايات ونص. اهو النص اللي في الكيس اهو. بس اخدت 3 كوبايات بالظبط، سبحان الله. 3 كوبايات ونص يعني، اللي هيجيب نص كيلو دقيق يحطه كله. قوامه بيبقى كده. بس انا هفضل اقلب فيها شوية تاني، هضرب فيها شوية تاني وبعد كده هصبها في الصينية. صينية بالمقاس دوت، صينية بالمقاس دوت. اكبر صينية في اللي جايب 3 صواني يعني زي كده جوا بعض، اكبر واحدة فيهم. انا معرفش الصراحة مقاسها كام يعني، بس اللي بتعمل فيها الكيكة كديها مرة تانية يعني. بس كده عشان ما اطولش عليكم، هضرب فيها شوية وبعد كده احطها في الفرن وارجع اوريها لكم. ودي كده صينية الكيكة بعد ما طلعت طرية يعني، ما اقولكوش طرية خالص، بس عشان هي سخنة يعني تبرد وهقطعها واوريها لكم. اهي بتبقى بالشكل ده، مش عالية جوا زي ما انتوا شايفين. وده اهي بعد ما قطعتها اهي، سمكها بيبقى كده واطي يعني مش عالي جوا. هي طرية زي ما انتوا شايفينها، بس انا بقطعها راح تتفتفت شوية عشان هي دايبة يعني، تحسهم ان طرية بتتفتفت يعني. وبكده اكون خلصت معاكم الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.